هتقول لي يا عم الكلام ده ما بيحصلش غير في الافلام. هقول لك صح، بس المشكله اننا بقينا عايشين جوه الفيلم ده. سمعت عن فيلم ذا اكسباندابلز؟ مليان مرتزقه، حروب، مؤامرات، لكن لو فكرت فيها هتلاقي الواقع بقى ابشع بكتير، والامثله اللي حوالينا كتير، وكله على عينك يا تاجر. مفيش حاجه بقت بتستخبى دلوقتي. العراق 2003 امريكا دخلت قلبت النظام، قالت هتجيب الديمقراطيه، وسابت وراها فوضى. فجاه جماعات مسلحه طلعت من تحت الارض، ما تعرفش تبع مين ولا مين بيقبضهم. حرب طائفيه، تفجيرات، صراع على السلطه، والكل بيشتغل لحساب حد، بس حد مين الله اعلم. والنتيجه بلد بالكامل وقع في حفره ملهاش اخر. الربيع العربي 2011 مظاهرات بدات، الشعارات نادت بالحريه، بس في الخلفيه كان في شائعات، اعلام بيهول. وبص العصفوره، فجاه تلاقي جيوش 5 دول جوه بلدك و30 جماعه مسلحه، كل واحد فيهم ماسك حته. اللعبه كانت اكبر بكتير، وبدل التغيير بقت فوضى ملهاش نهايه. اناليتيكا 2016 الفضيحه اللي كشفت قد ايه البيانات بقت سلاح اخطر من المدافع. ملايين الحسابات على الفيسبوك اتسربت معلوماتها واتلعب بيها عشان توجه الراي العام في انتخابات امريكا وبريطانيا. تخيل ان اللايكات اللي بتعملها والمقالات اللي بتقراها ممكن تحدد مين يحكم بلدك. والكارثه الناس ما خدتش بالها غير بعد ما اللعبه خلصت. لبنان 2019 السنه اللي شافت انهيار تاريخي للعمله، وبدات فيها اكبر ازمه اقتصاديه في تاريخ لبنان. الليره فقدت قيمتها بشكل جنوني، الاسعار ولعت، البنوك قفلت ابوابها وانهارت معاها ثقه الناس في حكومتهم. لكن الرصاصه اللي قتلت الاقتصاد ما كانتش من بندقيه، كانت من اشاعه.